لو لسه بتبدأ في اكسل لازم تتعرف على ابسط دالة واكتر دالة استخداما وشيوعا، وهي دالة صم. دالة صم وظيفتها في الاكسل هو جمع البيانات. تعالى نتعلم ازاي نجمع البيانات في خطوة سهلة. تعالى لو عندنا عمود زي ده وعايزين نجمع كل البيانات دي كده، نيجي في المكان اللي انت عايز يظهر فيه الجمع وبتعد تختار هنا sum اوتوماتيك. هي هتختار البيانات، نطاق البيانات اللي انت عايز تجمعها، تتأكد انه تمام وتدوس انتر. بعدين تنسخ المعادلة لباقي الأعمدة، هيظهر معاك المجموع. نفس الكلام في الصفوف، برضه بتختار هنا وبعدين تختار sum، بتحدد النطاق اللي انت عايز تجمعه، تمام، وتدوس انتر. هو جمع بشكل تلقائي، وبعدين تمسك المعادلة عشان تجمع بقية الصفوف. طيب أديك طريقة أسهل وأسرع من كده. نشيل كل اللي عملناه. تعالى هنا كده علم على كل الأماكن اللي أنت عايز يظهر فيها المجموع، تمام. وبعدين بضغطة على الكيبورد وتضغط Alt زائد يساوي، هديك المجموع كله مرة واحدة. كل يوم معلومة جديدة، تابعنا عشان نشرح بقية الدوائر. شكرا.